الهايبوسفيديس، عايزين نعرفه ايه هو للناس بالظبط الهايبوسفيديس، وايه العيوب الخلقيه اللي ممكن تصيب الذكور. طيب، هو الهايبوسبيديس هو الإحليل السفلي للأطفال الذكور. الحقيقة هو ممكن يحصل للإناث كمان، بس هو أكتر حدوثا للأطفال الذكور. طب إيه هو الإحليل السفلي؟ الإحليل السفلي هو إن فتحة مجرى البول ما بتكونش في مكانها. بس الحقيقة هو الموضوع مش كده بس، مش عبارة عن فتحة مش في مكانها. شكل العضو بيكون مختلف، بيكون فيه التواء أو انحناء، والجلد نفسه بتاع القضيب أو العضو ما بيكونش كامل. وده اللي كان زمان بيقول عليه الطهارة الملائكية. قال إيه؟ إن الطفل الملائكة مطهرينه. طيب، هو الحقيقة بيكتشف أول ما الطفل بيتولد، وزمايلنا طبعا في الأطفال بيكلمونا ويقولوا لنا إن الطفل ده عنده مشكلة في العضو، عنده فتحة البول مش في مكانها. ده بيكون من أشهر العيوب الخلقية اللي موجودة عند الأطفال الذكور. ممكن يبقى مصاحب ليها شوية حاجات، ممكن يكون فيها حاجة اسمها الخصية المعلقة، ممكن يكون فيها الفتق الإربي اللي موجود في المنطقة دي. مع بعض الحالات بيكون في عيوب تانية مصاحبة زي الخصية والفتق الإربي، لكن في الأساس هو المشكلة فتحة البول وما يصاحبها من المشاكل اللي حواليه. السؤال بقى اللي الام بتيجي طبعا تساله لي اول ما اقول لها ده لازم تروحي لدكتور وائل عشان يشوف المشكله اللي عندك وفي حاجه مش مظبوطه في المكان ده، وهم ساعات ما بيبقوش عارفين. يا دكتوره ولاء، طب انا المفروض اروح امتى؟ البيبي معايا صغير خالص، يعني انا اروح دلوقتي احسن ولا اروح بعدين؟ طبعا اكتر حد هيجاوبني على السؤال ده حضرتك. هو الحقيقه احنا ما فيش استعجال في الاول ان احنا نجري ويلا، بيبقى الموضوع ما فيهوش طوارئ. لكن بنقول ان احنا بنبدا نتدخل عند سن 6 شهور. يمكن دايما كلمه 6 شهور كتيره قوي في عند كتير من العيوب الخلقيه. بنحب السن ده بالذات يكون الطفل حصل له كاتش اب، كبر، بدا ينتظم في النمو، الرضاعه كويسه جدا، ومفيش المشاكل اللي ممكن نخاف منها حتى في التخدير في اول شهور من عمر الطفل. المرحلة دي مرحلة مهمة جدا. من رحمة ربنا ان غالبية الانواع اللي بتكون موجودة في العيب ده ان الفتحة تكون قريبة من مكانها الطبيعي. يعني احنا عندنا 4 درجات، اول درجتين بيكون الفتحة قريبة اصلا من المكان الطبيعي، والحمد لله دول غالبية الحالات. الحالات الاصعب ان الفتحة تكون بعيدة، وده بيصاحب ليها ان العضو بيكون فيه انحناء شديد، حجم العضو قليل، ممكن يبقى كمان العضو صغير جدا لدرجه ان الاهل شاكين هو ده ذكر ولا انثى. وبيحصل هنا ساعات المشكله بتاعت اختلاط الجنس، ان هو عايزين يعملوا بقى فحوصات اكتر، يعملوا بقى حاجه في الجينات والكروموزومات عشان يتاكدوا ان هو ذكر بالفعل. المهم هو السن ده التدخل فيه 6 شهور. هنا بقى نبدا نقيم. في الغالب الحمد لله بنعملها على مرحله واحده، وممكن في الحالات الصعبه نعملها على كذا مرحله. هو الاب والام بيجوا لي العياده بيبقوا قلقانين جدا من الموضوع ده الصراحه، وبيسالوا دايما طب يا دكتوره ولاء هيبقى في مضاعفات للعمليه دي ولا لا؟ طب احسن ما نعملهاش. فطبعا بقول لهم ده دكتور وائل برضه اللي هيجاوبنا عليه، معلش. هو فعلا عشان هي عيب في منطقه حساسه جدا، والاهل دايما بيقولوا كده ده مستقبل الطفل، فاحنا خايفين ان هو يحصل حاجه تضيع مستقبله. ده تفكير منطقي عند كتير من الناس. انا بطمنهم، بقول لهم هي الفتحه والجلد والمشاكل اللي احنا ذكرناها ملهاش علاقه بوظيفه العضو ده مستقبلا. صحيح لو الفتحه دي بعيده هتاثر بعد كده على القدره على الانجاب، لكن في الغالب علشان غالبيه الحالات دي الفتحه بتكون قريبه، فالطفل مش بيتاثر قوي بالمشكله دي. احنا تركيزنا ان القصه تكون تجميليه. طب ايه يعني ايه تجميليه؟ يعني احنا الموضوع كله تجميلي؟ الموضوع ده مش قليل، لان ده هينعكس على نفسيه الطفل ده لما يكبر. لو حس ان المشكله شكله مش طبيعي، هو نفسه هيبعد عن ان هو متجوز، يقول لك انا مش هقدر اتجوز، انا حاسس ان انا مش طبيعي. فلازم نصلح المشكله دي تجميليا، وهي عمليه تجميليه. فيطمنوا جدا كل اهل او كل اسره فيها طفل عندهم المشكله دي، مفيش خطوره، لكن في تقييم مظبوط. زي ما قلنا بنحتاج ان احنا نقول الدرجه ايه، هتتعمل على مرحله واحده ولا هتتعمل على مراحل. طب وهل ممكن فعلا هيرجع الطفل يعني هيرجع طبيعي خالص والمكان ده هيبقى شكله مظبوط، ويعني قصة الإحليل السفلي هتبقى تجميليا شكله كويس خالص؟ عشان دي برضو بتقلقهم الحاجات دي. طبعا بنسبة كبيرة جدا هيكون طبيعي. يعني احنا عندنا غالبية الحالات العملية بتكون ناجحة جدا، العملية بتعمل على مرحلة واحدة ومفيش أي مشكلة خالص. وزي ما قلنا هي مش فتحة بتتنقل، لا هو بنعمل تجميل للعضو بالكامل بما فيها الجلد. في حالات بقى بتكون صعبة، يعني في حالات بتكون هنا
نسبه النجاح مش عاليه. ليه مش عاليه؟ لان المسافه بتكون بعيده، فلما بيتعمل على مراحل بيكون نسبه النجاح مثلا 60 70%. بنوصل بيها ل 90% بس على اكتر من مرحله. وفي حالات بنقدر ناخد انسجه من الفم، من الغشاء المخاطي من الفم او من الجلد، علشان نعوض بيها النقص اللي ساعات بيكون موجود في المنطقه دي. لكن زي ما قلت الحمد لله بنسبه كبيره هي عمليات ناجحه، ومفيش الحمد لله فيها اي مشكله قدام فيما بعد، طالما اتعملت عند الدكتور المتخصص اللي عارف هو بيعمل ايه. لو طبعا اتعملت بشكل متكرر عند دكاتره مش متخصصين، هنا نقدر بقى نقول ان ممكن يحصل مشكله. والخطأ الشائع ان هو في طبعا ناس بيقول لك اعملوا له طهاره وكده، انا بقول لهم وبسأل حضرتك طبعا جراحيا، بقول لهم لا طبعا ممنوع، عشان هي دي الجلده اللي موجوده الصغيره دي، بالظبط. هي دي اللي هيبتدوا يصلحوا بيها المشكله اللي موجوده عندهم. مظبوط يا دكتوره. لا دي حاجه مهمه جدا. احنا فعلا بنأجل اجراء الطهاره في الحالات دولت، علشان الجلد نفسه هو بيكون فيه نقص، ما بيكونش كامل، لان هو مش كامل حوالين العضو، فبالتالي احنا بنستخدم جزء من الجلد ده لتصليح العمليه. فالاطفال اللي بيتطهروا بيكون عندهم المشكله الاحليل السفلي، الحقيقه بنواجه مشكله كبيره جدا. هنضطر ان احنا ندور على جلد من منطقه تانية، ناخد رقعه جلديه من خلف الاذن، من اسفل البطن، من الفخذ، وده بيكون اصعب. فاحنا النهارده لما نعرف ان يكون عندنا مشكله كده نروح لدكتور متخصص، وفي نفس الوقت الاهل ما يكونش مستعجلين على الطهاره، علشان الجلد بتاع الطهاره بيبقى مفيد جدا لتصليح العيب ده. طب حضرتك بتأهب ازاي الاهل نفسيا لان هم يتعاملوا مع حاله زي دي لما بتيجي لحضرتك العياده؟ اول حاجه احنا بنطمنهم، بنقول لهم الدرجه بتاعه الاحليل ده ايه، زي ما قلنا في الغالب بتكون من الدرجات البسيطه. ساعات في بعض الحالات بيبقى حجم العضو قليل ان احنا نعمل له العمليه، فساعات بنستخدم كريمات موضعيه لتكبير العضو، بيكون فيها هرمون، الهرمون ده هرمون الذكوره، بيأثر على العضو بيكبره شويه عشان نقدر نعمل العمليه. هنا بقى كمان ساعات بيبقى فيه طفل شقي، يعني ساعات بيجي طفل شقي كده كبر شويه، جايين لنا مثلا على سنه ونص، فالطفل بيتحرك كتير، واحنا العمليه دي بنركب فيها قسطره للبول. فطبعا الطفل الشقي والهايبر اكتيف ممكن يشد القسطره، ممكن يعور نفسه، يخبط نفسه. فبنصح احنا الاهل، هو احنا كان المفروض نبدا قبل ما يبدا يمشي، لا نستنى شويه بقى. ليه؟ لان يهمني نجاح العمليه، مش احنا نعمل عمليه والعمليه بعد الشر تفتح وبعد كده نعيدها تاني. اي عمليه ليها رصيد في الانسجه، يحصل تليف، وده بيأثر جدا على الدوره الدمويه. فبرضو الطفل لو جه انا حاسس ان هو مش هيساعدني ما بعد العمليه، خاصه في السن اللي يبدا يتحرك ويتشقى، لا بقول للاهل نستنى. صحيح الافضل نبدا بدري قبل سن سنه، لكن في الكيس دي هننتظر شويه علشان الطفل ما يحصلوش مضاعفات ويخبط نفسه ويبوظ العمليه. طب احنا بنسمع كتير عن ان كل شويه في تطور في جراحات التجميل، فكنا عايزين نعرف هل بقى في تقنيات حديثه في عمليه الاحليل السفلي او في حاجه ظهرت جديده فيها؟ بالتاكيد كل شويه. اول حاجه الاستخدام الالات نفسها اللي احنا بنستخدمها، الخيوط، ان احنا نعمل العمليات بعدسات مكبره، الواي نفسه بتاعت التقنيه كل شويه بتتغير، بحيث ان كان زمان ان هي تتقفل بس، لا دلوقتي تتقفل ويحصل اطاله للانسجه، وان ما تاثرش بعد كده على الانتصاب و كل الحاجات دي بتكون جنب بعض في تطور دايما. ودايما ده في مؤتمرات بتعمل كامله على الموضوع ده علشان يتكلموا في كل تفصيله في هذا الموضوع. فطبعا حصل تطور، حصل طفره كبيره في كل حاجه لها علاقه بالعمليات دي. فبالتاكيد دلوقتي الموضوع بقى ناجح اكتر من زمان بكتير.